كل واحد بينا عنده دور بالفساد. كلكم؟ جميعا. شلون؟ كنا هسه احنا بلجنه النزاهه نفتح ملفات يجون ينطونا رشوه نسكرها مثلا. ما حد انت اخذت رشوه؟ اي والله. بشرفي اخذت، انطوني رشوه حتى اسكر ملف وما قبلت اسكر، اخذت لي كم مليون دولار بس ما سكرت الملف. فما اعتبرها رشوه، اعتبر ضحكت علي الكلب ابن الكلب الفاسد. منو بعد مفسد؟ كله مفسده. كل لابس عقار ولابس عمامه وفندي، كلتنا فاسدين. برلمان وحكومه كلها فاسده. نادر المو فاسد جبان ما يقدر يفك حلقه. اما فاسد ومستفاد، واما قبلان بالامتيازات اللي ياخذهن وهذا شغل. سلطه حلوه جدا. سياره مصفحه ومرافقه ويجي على الحاجز ويقول له النائب. اذا انتم سبب دمار البلد. طبعا. كل الطبقه السياسيه سبب دمار البلد. هذا اذا اكو واحد جوعان بالشارع، واذا اكو طفل ينام بلي اكل، واذا اكو عراقي يموت بلي دواء، السبب هي الطبقه السياسيه المتواجده في المنطقه الخضراء. هذا إدانة والطبقه السياسيه التي تدير المحافظات مو بس بالخضراء. جميعنا نتحمل المسؤوليه، جميعنا نساير، كلنا نكذب، كلنا نبوق، كلنا ناخذ رشوه، واللي يقول لك انا ما اخذ مهما على شانه يكذب. واقدر لو احكي هسه يقتلوني بالشارع. هذا ادانه بحق كل الطبقه السياسيه. اقسم بالله اعرف قصص لو يعرفوها العراقيين اللي يفوتون على المنطقه الخضراء ويشعلوها شعل. واحده منهم ما اقدر احكي. نص. يقتلوني. باكر يحيلون لجنه انضباط بالبرلمان. ذيك مره ما ادري ايش قال فايق الشيخ علي، شكلوا عليه لجنه تحقيق انضباط ما ادري شنو، يقولون يسيء للبرلمان. هسه هذا الحكي يجوز احتمال يسلطوني بلجنه انضباط. وهذا كلامك ادانه، ويحق للمواطن ان يقيم دعاوى ضدكم ما اكو بالاجماع. احد يسمع لكم يا دعوه، انتم عبالكم صدقين، ايش تحكون الحكي؟ شنو هاي؟ تروح تقيم دعوه يختطفونك بعد 10 دقائق، شنو كيفكم؟ ليش هذا كان يهوس المسكين بساحه وين راح؟ طلعوا له بعد ما ادري. هذا كان يهوس بالمحتجين والمتظاهرين ما ادري شو اسمه من بغداد، مو اختطفوه من الشارع وما ندري ما حد يعرفه. من اختطفه؟ من اختطفه؟ اخو انت تعرف من اختطفه، انا اعرف من اختطفه. هو الطبقه السياسيه تختطف. يعني القضاء ايضا؟ شنو علاقه القضاء؟ انا اذا اقول طبقه سياسيه وانت تقول لي ما حد ما تقدر، لانه القاضي هم ينخطف، والقاضي هم يطاح به، ورئيس مجلس القضاء يصوتون عليه ويطردوه اذا قرر ان يفتح ملفات الفساد. شنو الصدق؟ يعني اذا امام منظومه فساد مستشري وباء مثل ايبولا الفساد بالعراق، كلها متورطه. اليوم الواحد لما يرجع اكو حل. بس اترجاك اسمع هاي القصه ونتمنتجها. احنا مجتمع صار عندنا الفساد مو عيب، مو اكو مجتمعات الوحده تطلع ويا صاحبها مو عيب، احنا عندنا تطلع ويا صاحبها عيب يقصون راسها عليه. احنا عندنا اللي يبوق ويرجع بالبيت بالليل يقول للاهل انطوني رشوه، او قاعد بالخطار ويطلع على العائله على الهول شايل الجنطتين محملات دولارات انه هذا الجي خطار انطاه رشوه، العائله تحت فين بابا وين راح نروح نشتري لنا بيت بدبي وين راح تودينا؟ احنا مجتمع الفساد وباء سحقه سحق كالإيدز.